ابتسامتك سر تعاملك مع الناس. لو انت فرحان اكيد طبعا هتبتسم. طب لو انت بقى لا قدر الله زعلان برضه هتبتسم. خاصة بقى علشان الانسان اللي قدامك ما يعرفش رد فعلك، يا ترى ده زعلان ولا يا ترى ده فرحان. ولو هو بقى من الناس الجميلة اللي متعمد اساسا يضايقك، لا خليك كده، انا هقابل كل حاجة انت بتعملها لي بمنتهى الابتسامة. طب لو انت بقى انسان عصبي، بغض النظر ده صح ولا غلط، لان ما ينفعش لازم اتحكم في اعصابي، بس انا دلوقتي انسان عصبي وانا اتحطيت دلوقتي في موقف او قابلت حد فعلا مضايقني وفعلا انا مش قادر ان انا اتعامل معاه، بس انا مضطر اعمل ايه؟ اقابل ده بالعصبيه؟ لا، قابل ده بالابتسامه. مع الاستمراريه هتلاقي ان الابتسامه دي قللت من العصبيه وما حطتنيش بقى في موقف ان انا اقول ايه، يا ريتني انا ما عملت كده، يا ريتني ما اتصرفت معاه التصرف ده. كتير بقى بنقابل بقى ناس من نوعية كده جميلة يعني. عارف انت ان هم ايه؟ هم بس اللي عايشين في كوكب الارض، هم بس اللي عارفين كل حاجة، هم اللي معاهم شهادات، هم اللي بيشتغلوا، هم اللي معاهم مركز. ده عايزة اقولك ان اكتر من كده كمان ان هم اذكى الناس، وشايفين ان كل الناس اللي حواليهم دول ما يعرفوش اي حاجة خالص في الدنيا، هم بس اللي عارفين. طبعا دول قلة الكلام معاهم احسن. بس بقى لو انا اضطريت بقى ان انا اتعامل معاهم، انا هقابل ده بالابتسامة، لان انا مش هقعد بقى يعني عارف كبر دماغك كده معاهم، هبتسم وخلاص عشان اعدي الدنيا وعشان ما حسسوش يعني ان انت بتتعمد ان انت تضايقني او ان انت فعلا متعالي. لا 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 لا, لا خالص خالص، انا هبتسم. طول ما انا هعمل كده بنقل ده لولادي من غير ما بحس، هخليهم بيقابلوا الحياة بمنتهى الابتسامة، بيحلوا مشاكلهم بمنتهى الهدوء، هيكونوا ناس فعالة، لان كل الانسان ما بيبقى هادي كل ما بيعرف يتصرف تصرفات صح. غير حياتك وغير بسمتك وخليها بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، أخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات.